الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير. تحية كبيرة وجهها لشباب قرية المركز اللي ساكنين في الخبر. وفي ملاحظة على بعض الشباب الله يهديهم. في ناس كثير من أهل القرية دقوا عليه قالوا قد تكلم في الموضوع الناس اللي تتكبر على أهلها وحبايبها وربعها. في ناس لا راحوا الخبر من القرية وشافوا ناس من نفس المركز ساكنين في الخبر ما يعطون الشباب وجه إلا يروحون زيارة. ما أدري ليش، يعني ما أدري هم ساكنين في باريس ولا ندري. إحنا في محافظة الأحساء تسوى الدنيا وما فيها، جمال طبيعة، نخيل، مزارع على مستوى. احنا ما نتكلم على الخبر نقول مو حلوة، بس مش احلى من الحسا. وثاني شيء الواحد ما يتكبر. ايش عليه تتكبر؟ يعني انت من البلد تتكبر على ربعك ليش؟ لان في ناس شباب من البلد اسالهم هناك، يعني ناس من القبائل منين انت؟ قال انا من الخبر. يقول له طيب انت البطاقه حساوي؟ قال لي انا صحيح انولدت في ابوي حساوي بس انولدت انا في الخبر. يعني لهالدرجه تتبرى من قريتك؟ وليش يعني؟ وفي ناس كثير انا رحت مره الخبر الى زياره اشوف ناس من قريه المركز يصدون عنه. ليش يعني؟ يعني الخبر يعني ما ادري هو لندن او باريس، حتى ناس في امريكا يروحون ما يتكبرون. فهذه نقطه مهمه. يعني اتمنى من شباب قريه المركز اللي يشتغلون في الخبر او اللي عايشين في الخبر اذا شافوا ناس من قريتهم يرحبون بهم ويضيفونهم، ما يصدون عنهم ويتكبرون عليهم. وفي النهايه مهما طاروا مرادهم يدفنون هني، يعني تطير فوق وتحول هني تدفن في الحسني. فالحسا لا غنى عنها، الحسا حساك لو الدهر نساك. مهما كان لا تتكبر على ربعك واهلك يعني وحبايبك. راح الخبر على راسي واشتغل واسكن في الخبر، بس لا جو اهل القريه رحبوا بهم وسلم عليهم وضيفهم، مو تصد عنهم هناك وتتكبر عليهم. في الختام أرجو السموحة والمعذرة إذا أنا قلت كلام خطأ، وجميع أهل قرية المركز على راسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.